يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة هنتكلم عن مجموعة خدت شهرة كبيرة الفترة اللي فاتت، وهي مجموعة لوريال بالهيلورونيك اسيد للشعر. تعالوا نشوف المجموعة دي تستحق الضجة ولا لا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو، شير مع اصحابك، سبسكرايب للقناة، وكمان تعملي لي فولو انستجرام. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هناك بنضحك ونهزر ونلعب كتير. ويلا نبدأ الفيديو. تعالوا اقول لكم يعني ايه هيلورونيك اسيد. هيلورونيك اسيد عباره عن ماده جاذبه للميه، بتشيل اضعافها ميه، عامله زي الماجنتيك كده، او عامله زي السفنجه لما تيجي تحطيها في ميه وتلاقيها شربت ميه كتير وتضاعف حجمها. عشان كده يقولك لما تيجي تحطي الماده ديت على بشرتك او على اي حاجه لازم تكون البشره منديه او مبلوله كده عشان بتساعد على امتصاص اكبر كميه من الميه وبتحفظها داخل الجلد، فبتحسسك بالشعور بالامتلاء او بتدي ترطيب للبشره اكنك عامله زي فيلر طبيعي كده. ويلا اكلمكم عن اول حاجه، وهو الشامبو. الشامبو كميته 400 ملي. انا يعتبر مستخدمه منه كميه كبيره، حتى تلاحظوا فاضل حوالي تلت الكميه. ومن خلال تجربتي ليه هو شامبو كويس، بس مش افضل حاجه في الدنيا. يعني هو مناسب اكتر للناس اللي شعرها دهني، لان هنلاقي الماده رقم 3 هي ماده الصوديوم سلفات، وماده رقم 3 في المكونات معناها ان السلفات موجود في الشامبو بكميه كبيره او بتركيز كبير. عشان كده اقول لكم هو مش مناسب للشعر الجاف، لانه كده هيجففه اكتر. ومش زي ما كل ما الناس مفكره ان الصوديوم سلفات ماده مضره، لا بالعكس، هي ماده كويسه جدا، بتساعد ان هي تنظف فروه الشعر وبتزيل الدهون الموجوده في الشعر وفروه الشعر. محبذ ان احنا نستخدمها على الاقل مره في الاسبوع علشان نساعد فروه شعرنا ان هي تتنفس. فهو في المجمل شامبو كويس مناسب جدا لاصحاب الشعر الدهني للعادي، وبيعتبر سعره اقتصادي. انا كنت جايبه العبوه دي 400 مللي عامله حوالي 80 جنيه، فكويس على قد سعره. تاني حاجه بقى نيجي للبلسم. والبلسم بقى عايزه اقول لكم محطوط في زون تاني خالص عن الشامبو. يعني البلسم حلو جدا، بيرطب وترطيبه عالي. عايزه اقول لكم ان هو القوام بتاعه تقيل، يعني كميته او الكميه اللي انت بتنزليها بتحسيها عامله زي حمام الكريم، مش مدي على قوام كونديشنر. ترطيبه عالي زي ما قلت لكم، بس ما حدش يجي يقول لي ان هو بيرطب عشان فيه هيلورونيك اسيد. ليه بقى؟ عشان خاطر سببين. اول حاجه ان ماده الهيلورونيك اسيد موجوده في المكونات في الاخر، ومعنى ان هو في الاخر يبقى نسبتها ضعيفه جدا جوه البلسم. تاني حاجه ان الهيلورونيك اسيد محتاج يقعد على البشره او الجلد عموما فتره طويله علشان تستفادي منه كماده فعاله. انت بقى لما تيجي تغسلي شعرك سواء في الشامبو او بالبلسم بتستخدميهم، بيقعدوا على شعرك قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير قوي، ربع ساعه هتلاقي نفسك بتشطفيه، فانت مش بتستفادي من ترطيب الهيلورونيك اسيد كماده فعاله على شعرك. لكن هو في المجمل فيه مكونات حلوه جدا بتساعد على الترطيب. يعني مثلا هنلاقي فيه ماده الجليسرين، هنلاقي ماده اللاكتيك اسيد، هنلاقي مواد تانية حلوه بتساعد على ترطيب الشعر. فانا انصحكم ان انتم تجربوه، انا متاكده ان هو هيعجبكم. طبعا لما تيجي تحطي بلسم على شعرك ما بنحطش البلسم على فروه الشعر، احنا بنبدا من نص الشعر، تبداي من نص الشعر لحد الاطراف وتسيبيه شويه بعد كده تشطفيه. نيجي بقى للسيرم، واللي انا مش معتبراه سيرم، انا معتبراه لوشن، لان السيرم بيبقى قوامه تقيل شويه او لازق كده، لكن ده قوامه عامل زي الميه. حتى اسمعي كده، كله ميه من جوه. انا مستخدمه منه كميه كبيره، ما فاضلش منه غير حبه قليلين. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا جدا، بتخلي الشعر ريحته تحفه. حتى برضو البلسم والشامبو ريحتهم حلوين، فانت لو هتستخدمي المجموعه على بعض هتخلي شعرك بيهفهف كده، والريحه ممكن تقعد معاكي يوم او يومين مثلا. بس انت لو شعرك جاف مش هينفع تعتمدي عليه كمرطب، لازم هتحتاجي معاه سيرم تاني او كريم علشان ترطبي بيه شعرك. ولو شعرك دهني هيبقى ممكن تكتفي بيه كمرطب. وعايزه اقول لكم ان هو مش بيستخدم على الشعر الناشف. يعني لو انت عامله شعرك مكوى او ليس وحطيتي منه هتلاقيه يبللك شعرك فهيبوظ لك شعرك. هو بيستخدم على شعر مبلول، لان زي ما قلنا ان السيرم الهيلورونيك اسيد بيبقى فعال على الحاجه المبلوله. والسيرم ده كميته 150 ملي.
سعره بيتراوح من 170 ل 200 حسب المكان اللي بتجيبي منه، والمجموعه كلها في المجمل يعتبر سعرها اقتصادي الى حد ما. لو جربتوها قولوا لي رايكم فيها. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك، هستنى رايكم في الكومنتس، واستنوني في فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.